صباح الخير. من كام يوم سألتكم على صفحتي، كنت مهتمة جدا أسمع ردودكم. إيه المشاكل اللي بتواجهكم في الجروسري شوبينج؟ والنهاردة معانا محمد سكينة هيجاوب على كل أسئلتكم. يلا بينا. هاي، إيه الأخبار؟ ازيك؟ عامل إيه؟ عاملة إيه؟ كله كويس؟ منورانا. ثانك يو. الأول أعرفك بيا، أنا اسمي محمد سكينة، أنا مدير عام طلبات مارت في مصر. مبسوط قوي إن أنت موجودة معانا النهاردة علشان أشرح لك أكتر على طلبات مارت وأشرح لك على فكرة الدارك ستور. أنا كمان صراحة مبسوطة إن أنا هنا، اكسبيرينس جديدة بالنسبة لي. بس عايزة الأول أقول لك أغلب المشاكل أو الأسئلة اللي جات لي كان كلها عن التأخير، إن الحاجة تكون فريش، اللخبطة في الأوردرات، وطبعا عن الأسعار. أكيد طبعا طلبات مارت عرفت تحل جزء كبير قوي من المشاكل دي، وهكون مبسوط قوي النهارده ان انا اجاوب على كل اسئلتك واسئله المتابعين. يلا بينا. يلا بينا. خليني اعرف منك اكتر عن فكره الدارك ستور. فكرته هنقول ببساطه شديده كانه فكري فيه كانه سوبر ماركت موجود في المنطقه على جنبك الابلكيشن بالظبط، بس هو بيشتغل كل الاوردرز اللي بتيجي اونلاين عن طريق الابلكيشن، واحنا بقى بنحضر الاوردرز للعملاء بتوعنا عن طريق السيستم بتاعنا او التكنولوجي اللي احنا عاملينها. الاوردر بيجي من العميل عن طريق الابلكيشن اونلاين، بيروح لاثنين سيستم في نفس الوقت، بيجي عندنا على الفرع وبيروح في نفس الوقت للوجيستكس او اللي هو التوصيل، السيستم التوصيل بتاعنا اللي هو مكون تقريبا من حوالي 12000 رايدر موجودين في مصر. احنا عندنا في مصر دلوقتي 40 دارك ستور. بينزل الاوردر عندنا في الفرع، البيكر بيبتدي يحضر الاوردر عن طريق الجهاز اللي معاه. البيكر ده غير اللي بيوصل، بيبدا الفريق اللي متدرب على التعامل مع الستور هنا يحضروه. بعد كده يجي الدرايفر، هما الاثنين بيجوا تقريبا في نفس الوقت، يكون الاوردر نزل عندهم هما الاثنين تقريبا في 3 دقائق يكون حضرنا الاوردر. بيجي الدرايفر ياخد الاوردر يكون جاهز، وبعدين ياخد تقريبا وقت التوصيل بتاعه متوسط 10 دقائق اللي بنسميه الدرايفنج تايم او وقت السواقه للعميل. وده اللي احنا من الحاجات اللي احنا فخورين بيها، ان احنا مع الاف العملاء بالاف المنتجات احنا لسه محافظين على وقت التحضير بتاعنا ال3 دقائق ووقت التوصيل بتاعنا اللي هو الثلث ساعه. في ناس كتير وانا منهم بنبقى قلقانين بصراحه على تخزين اللحوم والحاجات الفريش، بتتخزن ازاي بتحافظوا عليها؟ عندنا لكل منتج متفقين مع المورد بتاعه على نوع الباكجينج او نوع التغليف بتاعه. طول الوقت ده اللي انا فهمته، وشفت كمان كذا حد معاه اجهزه بتتاكدوا ان درجه الحراره طول الوقت مظبوطه، الرطوبه، التهويه، كل الكلام ده مظبوط. احنا بشكل مستمر عندنا سواء انظمه الحفظ بتاعتنا على طول محافظين عليها زي ما انت شايفه. التيم اللي عندنا بيتعمل له تدريب دوري على الفود سيفتي اند كواليتي او اللي هو الجوده وسلامه الغذاء، بحيث ان هم يكونوا مدربين تدريب مظبوط على حفظ المنتجات في اماكنها المظبوطه، ان هم يقدروا يعملوا تشيك بشكل دوري على لون المنتج، على ريحته، وعلى كل حاجه. بالنسبه للاسعار، اكيد وسط غلو الاسعار واللي احنا فيه دلوقتي، عاملين ايه مع الاسعار؟ احنا الحقيقه السياسه بتاعتنا ان احنا على قد ما نقدر بنحاول نخلي الاسعار بتاعتنا احسن، بنقدم عروض بشكل مستمر للعملاء بتوعنا، علشان احنا حاسين بالعملاء بتوعنا. احنا في الاخر هدفنا ان احنا نقدم احسن جوده واحسن خدمه باحسن سعر. طيب ثانك يو، بجد تجربه لطيفه قوي بالنسبه لي. اولا تفاصيل كتيره قوي ما كنتش في دماغي عرفتها، وجاوبت على كل اسئلتنا بصراحه. ثانك يو فور هافينج مي، وفرصه سعيده. العفو يا نورهان، ونورتينا، وبجد بسطنا ان انت كنتي موجوده معانا النهارده، ويا رب نكون فدناكي وجاوبنا على الاسئله كلها بشكل مفصل بصراحه. اطمنت قوي. ميرسي. باي باي. باي باي.